حرفيا يا برنس اداره الزمالك ديت هي شغاله للزمالك مش شغاله لحد تاني، شغاله للزمالك مش شغاله لحد تاني. الاداره ديت يا برنس دفعت امبارح الى اتحاد الكوره 10 مليون جنيه عشان يأيدوا صفقاتهم الجديده، عشان الاتحاد يفتح لهم القيد. هتقول لي ايه يفتحوا القيد؟ ايوه يا باشا، افتكر معايا كده وارجع بالذاكره ورا شويه كده يا برنس. فاكر مرتضى منصور لما راح الى اتحاد الكوره وقعد ان هو عاوز يأيد الصفقات وطلع على نادي الزمالك مديونات يعني تفوق ال 60 مليون ولا 70 مليون جنيه؟ فاكر انت الحوار ده ساعه ناصر منسي وبالحاج؟ يعني الواحد مش فاكر قوي ولكن هم دول بيتهيألي اللي كان في يناير. فاكر انت الحوار ده؟ ولازم ان نادي الزمالك يدفع فلوس عشان يعيدوا الصفقات. الاداره بقى دفعت امبارح 10 مليون جنيه. حرفيا الاداره دي هي جايه تشتغل، هي مش بالصوت العالي ولا بتغلط في حد ولا بتعمل اي حاجه، حرفيا هي بتشتغل لمصلحه النادي، هي بتشتغل لمصلحه النادي، ماشي؟ فالاداره دي دفعت امبارح 10 مليون جنيه، فهمتني؟ فان عشان يعيدوا صفقاتهم، يعني هم ما دفعوش للفيفا كمان، لا لاتحاد الكوره، فلوس يا باشا، فلوس. يعني حرفيا الاداره كانت الاداره اللي فاتت كانت ملبسه الزمالك في الحيط، ماشي؟ برضه سؤال، هات لي لعيب في مصر بيلعب في مركز عبد الله السعيد احسن من عبد الله السعيد، هاتوه وانا هجاوبك. ولكن ما تنساش اللايك بتاعك يا برنس والشير، يعني تعمل لايك وتعمل شير. عبد الله السعيد لو برجل واحده، لو برجل واحده احسن من اي لعيب موجود في الدوري المصري في مركز صانع الالعاب. عبد الله السعيد من ساعه ما ساب النادي الاهلي والاهلي عمال يلف على صانع العاب مش لاقيه. سيبك ان قفشه جت عليه فتره كده كان مكسر الدنيا، ولكن ما استمرش قفشه. حرفيا هو عبد الله السعيد ما وصلش للمرحله دي بالسهل، ولكن عبد الله السعيد ليه تقله في الملعب. فلما يروح نادي الزمالك هو اضافه للزمالك، برضه الزمالك اضافه لعبد الله، ان الزمالك نادي كبير. فانت بتتكلم ان عبد الله يروح في المركز دوت اضافه. حرفيا الزمالك بيعمل صفقات، وسيبك بقى من ايه سنه كبير ومش سنه كبير يا جماعه، اركي الحوار ده. ان عبد الله حرفيا انت بتتفرج عليه في الملعب واحد بيلعب احسن من لعيبه عندها حاجه و20 سنه يا جماعه. هي قصه مش قصه سن، قصه انك تكون مهتم بنفسك، بتتمرن صح، بتاكل صح، بتنام صح، هي ده المهم. قصه مش قصه سن، قصه انك تكون مهتم بنفسك، ماشي؟ وبرضه يكون معاك مدرب عارف يبدا بيك ولا ينزلك في الشوط الثاني. دي قصص مدربين، يعني مدربين فنيين يعني. ولكن عبد الله اضافه لنادي الزمالك وهيدي قوه لفرقه نادي الزمالك، ماشي؟ فمبروك لاخوات الزملكاويه على ضم عبد الله السعيد الى نادي الزمالك لمده موسم ونص. دي قصه عبد الله السعيد. وبرضه انت لسه ما جاوبتش مين احسن من عبد الله السعيد في مركزه في مصر. جاوب على الموضوع ده عندك في التعليقات. الموضوع الثاني، سيف فاروق جعفر رسميا رجع من بيراميدز الى نادي الزمالك. وقصه سيف ديت، سيف هو يا باشا هو اللي طلب يرجع، راح لبتوع بيراميدز اداهم المقدم التعاقد واداهم الفلوس اللي هو خدها وقال لهم انا هرجع للزمالك. الاداره ديت قالت لك ايه، هو ما عملش المشكله دي معانا، ده عمل المشكله مع الاداره اللي فاتت، فهيجي اضافه. كل ده بتلم بقى، انت دلوقتي كده بتلم الشمل بتاعك، ماشي؟ دي قصه سيف. الموضوع الثاني، نادي الزمالك بيفسخ التعاقد بالتراضي مع عبد الله جمعه. عبد الله جمعه علامه استفهام كبيره جدا جدا زي اخوه صالح جمعه. عبد الله طلع مع الزمالك وهوبا ضرب غطس، ما بانش حرفيا. فنادي الزمالك مش شايف منه حاجه. عبد الله بقى له فتره، هات لي اخر ماتش كده افتكر معاه كده، اخر ماتش لعب عبد الله جمعه، هتنسى، هتوه مني، مش هتعرف توصل لاخر ماتش لعب عبد الله جمعه، ماشي؟ فده عبد الله جمعه. فنادي الزمالك بيجيب ويمشي عشان ايه؟ يظبط الدنيا بتاعته. فحرفيا انت بتتكلم ان نادي الزمالك برضو في كلام مع نادي انبي على زياد كمال لاعب نادي انبي، ان ممكن نادي الزمالك يجيبه على سبيل الاعاره مع نيه الشراء. نادي الزمالك عمال يجيب لعيبه على اعارات بنيه الشراء، يشوفهم يا باشا، يجربهم، لو هم مشوا مع الزمالك يا باشا نشتري، ما لقانوش ماشيين يا باشا يرجع ناديه. ودي سياسه حلوه جدا جدا اللي عملها النادي الاهلي مع خالد عبد الفتاح لما جابوا اعاره من سموحه
ولقى خالد عبد الفتاح حلو فاشتراه. فهذه القصه اللي ماشي بيها برضو نادي الزمالك. مبروك اخواتي الزملكاويه على ضم عبد الله السعيد يا برنس. سلام.